كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا أحلى متابعين وعلى كل حبايبكم، ويتعاد عليكم يا رب بالفرح والخير والهنا والسرور. عاملين النهارده مع بعض، النهارده تاني يوم العيد، عاملين مع بعض كشري. طبعا كلنا طالعين من رمضان، مش عايزين ناكل اي اكله غير الاكلات الحرشه. طبعا اول يوم معروفه سردين ورنجه وفسيخ والاكلات الحلوه دي. تاني يوم عملنا كشري، وبرده الكشري من الاكلات الشعبيه الحلوه اللي طعمها حلو جدا. هقولك عليها بكل التفاصيل وكل التريكات، بس اهم حاجه تابع معايا الفيديو للاخر. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والسبسكرايب تشجيعك ليا. في ناس كتيرة جدا بتتفرج عليا بس ما بتحطيليش اللايك، فيا ريت تحطي لي اللايك بتاعي تشجيعك ليا. كان طعمه حلو جدا. يلا بينا نسمي الله ونبدأ ونشوف عملناه ازاي. اول حاجه بتاخد معايا وقت الحمص، فانا جبت الحمص غسلته كويس جدا ونقعته في ميه سخنه بتغلي من الكتل ساعه ونص ساعتين زي ما انت عايزه. بتسهل علينا عمليه السوا خالص، يعني ما بياخدش وقت في السوا خالص. خدته بقى غسلته تاني كويس جدا، وبعدين هحطه في حله على النار يستوي براحته. ودي اول حاجه بدأت فيها لانه اول اكتر حاجه بتاخد وقت. هحطه بقى على النار كده يستوي على نار، هسيبه على نار عالية لحد ما يغلي وهدي عليه النار يستوي براحته. وكذلك العدس ابو جبة، ده تقريبا نص كوباية عدس بجبة برضو غسلتها كويس، وهاخدها اغليها بس 5 دقايق على النار وبصفي ميتها، وانا برمي مية عدس بجبة ما بسويش بيها الرز. خلاص كان الحمص استوى معايا، انا حطيت له كل حمص مره واحده، طبعا هو خد معايا وقت. اول ما استوى معايا حطيت له معلقه الكمون والفلفل الاسود والملح، وهقلبه ياخد غلوتين بس وهقفل عليه النار. لما بتنقعيه ساعه ونص ساعتين بيستوي معاكي بسرعه. هنيجي بقى نعمل الصلصة بتاعة الكشري. دي بصلة على طماطماية، بصلاية على فص توم، سوري فصين توم كده وبصلاية ضربتهم في الكبة، وهنزل بيهم على معلقة زيت هديها بس يا دوبك اشم ريحتهم، هنزل عليهم بالطماطم. هديهم تقليبتين وهتبل الطماطم، حطيت مع كعب مرق الدجاج، ولو مش بتحبيه استبعديه خالص. قولولي بقى عملتوا ايه في العيد ورحتوا فين واللي بيتابعني منين. حطيت شوية بابريكا، وسلام بقى لو حطيتي شطة في المرحلة دي، بس انا ما بحطش عشان في ناس عندنا في البيت ما بيحبوش الشطة، فانا بفضل الشطة تتحط في كل طبق للي هو عاوز. حطيت شوية سكر عشان اعادل مزازة الطماطم، وشوية الملح، وطبعا الفلفل الاسود، وحطيت معلقة صلصة كده حلوة كبيرة علشان تعدل لون الطماطم. هديهم تقلبتين. هنزل بقى بالمية وهسيبها مع نفسها تتسبك براحتها خالص، برضو بتاخد معايا وقت وابتديت بيها الاول. البصلة بقى اللي احلى حاجة في الكشري، يعني بحب اقطعها على ايدي كده، او بحب اقطعها بايدي ما بحطهاش في الكبة، بقطعها بالسمك اللي انت شايفاه ده. باخد بقى حلة كده، كنت كمان المكرونة مية المكرونة غليت برضه اول ما دخلت المطبخ، من الحاجات اللي حطيتها على النار. نزلت بقى بنص كيس سباكيتي وكيس اللي هي المكرونة الخواتم، او اي نوع مكرونة عندك، وشوية الملح معلقتين 3 ملح كده، وهقلب فيها وهفضل اقلب فيها هي والبصل مع بعض، حطاهم جنب بعض على النار وهقلب فيهم من الحين للاخر هي والبصل. نزلت بقى بشويه زيت حلوين كده، وانا بكتر الزيت عشان باخده اعمل بيه الرز، وبحطه على المكرونه وبحط الباقي على الصلصه. هنزل بقى بالبصل، انا كل شويه بقى بقلب في المكرونه وبقلب في البصل لحد ما البصله تاخد معايا اللون اللي انا عاوزاه والمكرونه بتاعتي تستوي تماما. بس كده هفضل اقلب لحد ما تاخد معايا، ما تخليش النار عالية عليها قوي، خلي النار متوسطة، يعني متوسطة مايلة للأهدى مش للأعلى. بس والصلصة كنت معايا على النار برضو هي، والمكرونة معايا كل شوية بقلب فيها، وكان ساعتها الحمص على النار برضو بيستوي براحته. في الوقت ده انا غسلت كوبايه رز وكوبايه عدس اصفر، غسلتهم مع بعض، وانا بحطهم مع بعض وبغسلهم مع بعض كويس. خلي بالك الكميه دي كبيره، انت ممكن تعملي من كل حاجه نص كوبايه، لان من الكشري من الحاجات اللي بتكتر قوي، لانه رز وعدس وشعريه وعدس ابو جبه ومكرونه، في الحاجات بتكتر معاكي قوي، فانت ايه اعملي على قدك. خلاص البصله كانت اخدت معايا لون، هنزلها بقى على مناديل عشان تسحب الزيوت الزياده اللي فيها وتقرمش معايا البصلايه. وهاخد بقى حاطه معايا فنجان، هاخد شويه زيت، على ان الزيت ده كتير جدا على كميه الرز اللي انا هعملها، لان انا بحب احط من الزيت ده على الرز على المكرونه وعلى الدمعه.
بس هحط بقى اصفي خالص البصل، وهحط كمية الزيت. هخلي بس على قد شوية الرز اللي انا هعمله. هنزل بقى بشوية شعرية، تقريبا نص كوباية مش اكتر، نص كوباية شعرية، وقلبي بقى لحد ما تاخد اللون الذهبي. اخدت اللون الذهبي هنزل بالرز والعدس اللي انا غسلاهم كويس، جهزاهم ومصفياهم. هديها برضو تقلبتين، وهتبل بقى. هحط له برضو مكعب مرق، لان انا ما عنديش شوربه، وانا بحب جدا اعمل الرز او اي رز عندي بالشوربه. شويه كمون، وشويه فلفل اسود، وحبه جنزبيل، شويه جنزبيل صغيرين كده، وهقلب الرز كويس. وهنزل عليه بقى بشويه الملح، معلقه ملح، والميه. وما تكتريش الميه فيه، لانه بيستوي بسرعه. العدس من الحاجات اللي بتستوي بسرعه قوي، يعني ما تديش عقد الرز بتاعه اللي المفروض تحطي له الرز، قللي العقد شويه بس كده، او معيار الميه شويه. هغطيه بس يا دوبك بالميه. انا برضو بحب اغلي الميه في الكاتل، وتبقى تفضل عندي في المطبخ. انا وانا بعمل رز وانا بعمل حاجه احطها بسخنه، بتسرع الموضوع بسرعه، يعني بتخلي الاكل يستوي بسرعه. بس خلاص، شوف انا حطيت الرز قد الميه قد ايه، مش هحط اكتر من كده، وهيستوي جدا الرز وهيبقى زي الفل. خلاص العدس بجبه كانت خدت معايا سوا. هنزل بقى احطه على وش، بس ظبطي الحوض الاول، وبعدين هنزل بالعدس ابو جبه. بعد ما خد معايا غلوه بس 5 دقايق، انا برمي ميته وبصفيه وبغسله، وهحطه كمان على وش الرز بقى كده، وافرده كده. وهغطي لحد ما يدخن خالص الرز. ههدي عليه النار خالص شمعه، واسيبه يستوي براحته. المكرونه بقى كانت اتسلقت معايا وصفيتها. ما بنغسلش المكرونه، اوعي تغسلي المكرونه، صفيها. حطي عليها كده، لو هتستني عليها شويه، معلقه زيت كده، وقلبيها، بتفضل مفرفره معاكي، ما بتعجنش وما بيجرالهاش حاجه خالص. قلبيها بقى واركنيها على جنب. هنعمل الدقه بقى. الدقه حطيت معلقه توم صغيره كده مفروم، وما تكتريش عن كده علشان ما يبقاش طعم التوم باين فيها قوي. حطيت شويه ملح، وحطيت كمون، برضو شوية كمون مش كتير، على قد الكمية. أنا مش بعمل كمية كتير، أنا بحط على كل طبق معلقتين كده كبار وخلاص. شوية فلفل أسود، يبقى معلقة توم صغيرة، ربع معلقة كمون، ربع معلقة فلفل أسود، وشوية الملح والخل. حطيت تقريبا 3 معالق كبار مليانين خل. وهكمل بمية سخنة من الكتل، وهقلبهم مع بعض. حابة بقى تحطي شطة حطي، بس أنا برضو ما بحطش الشطة، لأن في ناس بتأذي عندنا في البيت مش شطة. فالشطه دي بنحطها في كل طبق للي عاوز وهو بيغرف. يعني الشطه دي بنحطها، اللي هي الشطه العاديه دي اللي بنجيبها من عند العطار، في كل طبق. نيجي بقى وقت غرف كل حاجه استوت معايا وجاهزه، هنغرف بقى الطبق. حطيت شويه الرز الاول، وهنزل عليهم بشويه المكرونه. كمية الرز اللي انت عايزاها، كمية المكرونة اللي انت عايزاها براحتك. الرز كتير، المكرونة قليلة، زي ما انت عايزة. هنزل كمان بشوية الحمص، كمية برضو اللي انت عايزاها. وهنزل بالصلصة، كبشتين 3 صلصة كده. برضو تحب الصلصة، يعني اولادي بيحبوه غرقان صلصة، انا بحبه بس كبشتين بس صلصة كده صغيرين مش كتير. الطبق الكشري اعمليه بطريقتك وزي ما انت عايزة. هحط عليه بقى معلقتين 2 3 كده من دقة التوم دي، وما تكتريش عن كده. هنزل بقى بالبصل، وحطي البصل فوق بقى على الوش كده، على وش طبق الكشري. وكلي احلى طبق كشري. احنا بالنسبه لنا بحب اعمله جدا معاه سلطه. لو بتحبيه بقى تعملي معاه طبق كبده، تعملي بانيه، تسلقي بيض، زي ما انت عايزه. بس احنا بالنسبه لنا طبق الكشري بالسلطه كده احلى طبق كشري، طعمه حلو جدا. جربيه بطريقتي، ان شاء الله هيعجبك. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك، وتشتركي معايا في القناه، وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد من وصفاتنا. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، ومع السلامة.